السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة في فيديو جديد وأكلة طبعا الكل عارفها وبيعمل كتير، يعني الناس كلها بتعمل أكل عادي خالص بسيط. هنا حطيت شوربة على المية تسخن وفيها طماطماية وبصلاية صغيرة وقرن فلفل، ومعايا هنا آه، دقيق من الفراخ البلدي. طبعا يا جماعة احنا مربينا هنا عندنا في البيت، كنا جايبين 10 فرخات، بس شايفين بقى بسم الله ما شاء الله، هو ما طلعش فيهم ديوكا الا 4 بس، الحمد لله. والباقي بلالين يعني، او اللي هي البرابل سيبناها تبيض. طبعا زي ما انتم شايفين حطيت المية سخنت ونزلت فيها بالطماطمايه والبصلايه والقرن الفلفل، وهم غسلاهم كويس ونقعاهم في دقيق وملح وليمون، وبلاش الخل يا جماعه لانه بيهري الفسيخ قوي. وطبعا بعد ما نقعتهم وقت كويس الحمد لله وهنا خلاص بقى جه وقت اللي هو هطبخ، فحطيتهم زي ما انتم شايفين كده. وهنا هنزل بمعلقه سمنه على زيت وهخرط فيها بصلايه. هقول لكم دلوقتي انا هعمل فاصوليا، بس المفروض في ناس بتسلق الفاصوليا الاول او بعدين، مش بتفرق يعني، بس المهم هي الناس بتسلقها. انا هقول لكم طريقتي في الفاصوليا دلوقتي. بعمل ايه؟ مش بعمل افتكاسة يعني ولا حاجة، بس اللي هو بس انا عايزة بس ما الفيديو ما يعديش مني، همشي معاكم الاول واحدة واحدة. هنا عملت البصلة زي ما انتم شايفين، خرطتها في السمنة وهديها تشويحة وهنزل فيها. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حبايب قلبي هفضل اشوح في البصلة كده لغاية ما لونها يصفر، وبعد كده هجيب معلقة بهارات اللي هي 7 بهارات، مش بحط غيرها بصراحة في الطبيخ يعني، بحب اديها تشويحة كده في السمنة بتبقى حلوة اوي. اهو انا كده انا حطيتها، وهنزل بقى عليها بالصلصة بتاعة الطماطم وهسيبها بقى تتسبك مع نفسها. وهنا على العين التانية هحط الفاصوليا في مية سخنة. بجيب مية يعني مش بنقعها زي الترمس قبلها قبليها، لأ، بجيب مية سخنة عليها على طول وايدها على البوتاجاز واخليها تاخد غلوة واحدة واركنها بميتها واسيبها تكمل السوا بتاعها في السخونة بتاعة المية، لكن ما بسيبهاش تكمل سوا اللي هو تتسلق على النار، لا. بصوا بتبقى جميلة ولا بتقشر مني ولا بيجرى لها اي حاجة. كده خدتها على الحوض صفتها وغسلتها، شايفين ما شاء الله لما حطيتها يعني بصوا ماسكة نفسها مش مهرية ولا مقشرة. وكمان بالمناسبة علشان الغازات وكده هتحطي فيها رشة كمون وانتي بتسلقيها. وهنا حطيتها وحطيت رشة من الملح وخلاص. اللهم صل على سيدنا محمد. وبحط مع ربع معلقة الشاي سكر علشان الطماطم. هنا خلاص كانت الفراخ قربت تستوي، هنشيلها بقى من مكانها هنعمل رز بشعرية. زي ما انتم شايفين هنا معايا كمية الشعرية. طبعا لو انت هتعملي كده طبعا بتعملي الكمية اللي هتناسب الرز. انا هنا حاطة تقريبا ربع اه من الشعرية، وبرضو خليط ما بين السمنة والزيت يا حب. وهنا كنت طافية على الفاصوليا، الشعرية هنا اصفرت، هنزل بقى عليها بالرز. معلش الكاميرا مش متظبطة معايا خالص. الحامل اتكسر، فاللي بتقلب دي حماتي وانا اللي ماسكة التليفون على فكرة. في الحتة دي لو حد واخد باله ان دي مش ايدي يعني. حبايب قلبي ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وكمان بالمناسبة كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف، ينعاد عليكم وعلى الأمة الإسلامية بخير يا رب اللهم آمين. هنا كان عندنا لحمة مفرومة، وكان عندي علبة جلاش في الفريزر وعملتها. قلنا حاجة كده جنب الأكل طبعا، الحمد لله خير ربنا كتير
وفضل ونعمة. ما حبايب قلبي، يا رب الفيديو يعجبكم ويكون خفيف عليكم، وما تنسانيش بقى باللايك والاشتراك وكومنت منكم كده جميل.